مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد. بتمنى منكن إذا كنتوا أول مرة بتوصلكن قناتي فعلوا زر الاشتراك والجرس ليصلكن مني كل جديد. حنعمل اليوم مع بعض أقراص العيد اللي مشهورة فيها بلاد الشام وخاصة بالأرياف والقرى. حنعملها بأسهل طريقة وأطيب طعم، مقرمشة من برا وطرية وخفيفة من جوا. بالبداية بنفعل الخميرة، بنضيف ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، ونصف كوب حليب دافي. نخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب يتخمروا. بوعاء آخر عميق بنضيف بيضتين، ملعقة صغيرة فانيليا، كوبين من السكر، عنا نكهة البرتقال إذا موجودة بتقدري تحطي ملعقة صغيرة، وملعقة كبيرة برش قشر البرتقال، وبنضيف الخميرة اللي فعلناها مع الحليب والسكر، وبنخفق لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى يذوب السكر بشكل جيد. بعدين بنضيف نصف كوب سمنة حيواني، لازم تكون السمنة طيبة لأنه بتأثر بعدين على طعم الأقراص. عنا كمان ربع كوب زبدة ذائبة، كمان زبدة حيواني، وربع كوب زيت نباتي. نخفق لمدة ثواني لحتى بس يتجانس الخليط مع بعض. بنضيف نصف كوب لبن زبادي، ربع كوب جوز الهند، وبنخفق كمان لحتى تختلط كل المكونات مع بعض، يعني ثواني 4-5 ثواني 10 ثواني. وبعدين بننقل الخليط لوعاء أكبر مناسب للعجن. بنضيف ملعقة كبيرة يانسون مطحون وملعقة كبيرة يانسون حب. المقدار الطحين المفروض يكون 4 كوب. بنضيف بالأول 3 كوب، بنضيف ربع ملعقة محسن، ربع ملعقة ملح، ونصف ملعقة خميرة الحلويات بيكنج باودر، وبنخلط مع بعض بهالطريقة مجرد خلط بالملعقة. نضيف الكوب الرابع. انتي ضيفي الكوب الرابع بالتدريج لحتى تحصلي على عجينة لينة. ممكن ما تاخدي كل الكوب، ممكن يضل منه شوي حسب نوع الطحين. أنا هذا الطحين مجربته قبل هيك وبعرف إنه ممكن ياخد الكوب الرابع بكل سهولة. ممكن نستعين بإيدنا أسهل من الملعقة، بس مجرد خلط للمكونات مع بعض تجمعي العجينة جمعا. عجينة طرية لينة ومي مشققة. بنغطيها وبنتركها لمدة 2 بالشتاء وساعة بالصيف تتخمر وترتاح. هلأ بعد ما تخمرت نبدأ بعملية التشكيل. أول شي بنحمل الفرن، قبل ما نبدأ شغل بنحمل الفرن من فوق ومن تحت. عندنا هذا القالب مشهور أكتر شي لعمل الأقراص، في منه بلاستيك وفي منه خشب. بنغبر القالب بالقليل من الطحين حتى ما تلزق العجينة. بنثقبها بالشوكة بهالشكل، تطلع بسهولة. بنرتبها بالصينية
اللي بتدخل الفرن. بين الحبة والحبة بنغبر القالب حتى نتأكد إنه العجينة ما تلزق بالقالب، سواء كان خشبي أو كان بلاستيكي. بنرتبهم بالصينية بين القطعة والقطعة نص سنتي تقريبا. ما بنكبر القطعة حتى ما تطلع من الحروف القالب، وبيطلعوا كلهم بنفس المستوى. إذا عندك صينية تيفال ما بحاجة إنك تحطي ورق زبدة. دخلهم على الفرن وبنوطي درجة حرارة الفرن 160 لمدة 25 ل 30 دقيقة. هي الكمية الثانية متبقي من العجين. وهلأ بعد ما طلعت من الفرن حمرناها من تحت ومن فوق، بنغطيها 10 دقايق بفوطة نظيفة لتهدى حرارتها. وهي بهالشكل هذا حيكون من تحت ومن فوق. ممكن نزيد عليها بالتحمير لو حبينا شوي من تحت زيادة حسب الرغبة. في ناس بتحبها مقمرة زيادة من تحت بهالشكل هذا. يلا قوموا جربوها واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. أتمنى أنها تعجبكم. يا عيني ما أطيبها مع كاسة الشاي أو كاسة متة، بتذكرنا بأيام الجدات. ولا في أحلى منهم هدية، تحطيهم بأكياس بلاستيك صغيرة، تاخديها هدية معك لعند رفيقتك وانتي رايحة لعندها زيارة. أحلى من هيك هدية ما في. 100 صحة وهنا.